قلب اللوز: شربات 2 كيسان ماء، كاس سكر، شريحة ليمون، تغلي 10 دقائق على نار متوسطة، نزيد لها شوية ما زهر. خليط قلب اللوز: 2 كيسان سميد خشين، شوية ملح، لافاني، ربع كاس سمن دايب، نبسس مليح السميد، نحط شوية مكسرات اختياري، السيرو اللي نزيدو للسميد، كاس سكر، نص كاس ماء وما زهر، ندوب السكر نحطه فوق نار متوسطة حتى يدوب كامل السكر. يبرد السيرو نفرغه فوق السميد، نخلط مليح نتحصل على هذا القوام. المول مدهون بالسمن، نوزع الخليط ونسوي السطح بالمغرفة، نقسمه سطحيا إلى 6 قطع ونزين بحبات لوز. ندهن السطح بالسمن، فرن ساخن على 180 درجة. يتحمروا الحواشي ندهن السطح بالسمن ونشعلو من الفوق، نحمرو مليح، نشربو مباشرة بالشربات باردة. اسمعوا معايا الصوت. وبعد 5 دقائق نكمل كامل الشربات، نحطه في الفرن طافي أكثر من 8 ساعات. نقسمه بهذه الطريقة، شوفوا النتيجة ولا أروع. قلب اللوز رمضان في الدار.